السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. تحية خاصة من منبر هذه القناة إلى كل الإخوة والأخوات المشتركين والمشتركات الأوفياء الداعمين للقناة من خلال الاشتراكات المهمة، وأيضا نسب المشاهدة والبارتاج. وهذا الشيء يبين مدى وجود واحد الفئة كبيرة اللي دائما كنلقاو أنها تدعم القناة بكل قوة، وهذا الشيء مكسب حقيقي للقناة. مرة أخرى كل التحايا الخالصة إلى كل الإخوة المشتركين والمشتركات بالقناة. بالنسبة للإخوة لأول مرة يشاهدوا القناة، أيضا لايك واشتراك وبارتاج هذا الفيديو، أيضا واحد التعليق ولو بسيط جدا، هذا فضلا وليس أمرا. نبقاو دائما في عالم الأفراح. كما كيعرف الجميع، المملكة المغربية عيد العرش المجيد، يعني حفلات والكل عنده واحد الارتسامات قوية لهذا اليوم العظيم. لكن بما أننا كنتكلموا على الفرحة، فغادي سنقوم بالتحدث عن خبر هام جدا، خبر اللي مفرح للمغاربة. الكل كان كينتظر الزيادة ديال 500 درهم آخر يوليوز. هذا الخبر صحيح، يعني البارح بالنسبة للموظفين استفادوا من الزيادة ديال 500 درهم الدفعة الثانية اللي تكلمت عليها الحكومة المغربية من خلال الحوار الاجتماعي 2024. يعني الحكومة المغربية يعني دائما كنا كنشوفوا أنها كتتكلم على صرف هذا الشطر الثاني يوليوز 2025، وتكلمنا على أنه ربما غتكون هذه الزيادة عبارة عن رابيل. لكن المفاجأة هو أنه البارح 29 يوليوز 2025 تم صرف هذه الزيادة اللي توصل بها كل الموظفين. ربما غادي يقول البعض على أنه خبر غير صحيح، فالخبر مؤكد ورسميا. الموظفين توصلوا بالزيادة ديال الشطر الثاني ديال 500 درهم في الرواتب ديالهم البارح 29 يوليوز 2025. اللي كذب هذا الخبر إلا ما كانش موظف بلا ما يتكلم. أما بالنسبة للموظفين فخبر رسمي ومؤكد على توصل الموظفين بالدفعة الثانية 2025 500 درهم توصلوا بها البارح، وهذا خبر مفرح تزامنا مع الذكرى الغالية على قلوب كل المغاربة، ذكرى عيد العرش المجيد الذي يصادف اليوم 30 يوليوز 2025. هذه الأخبار اللي مفرحة جدا لكل المغاربة، فضروري أن أي زيادة مهما كانت القيمة ديالها، فهي تعتبر بمثابة واحد الشيء اللي يساعد كل المغاربة على مواجهة مصاعب الحياة. هذه الحياة اللي كيعيشوها كل المغاربة وأيضا العرب. إلا ما كانش عندك الفلوس بهذا المعنى، فأنت لا تساوي شيئا بهذا المعنى، خاصة إذا كنت عندك أبناء، عندك مصاريف الحياة اللي كتيرة اللي تثقل الكاهل كل الموظفين والأجراء. فإلا ما كانش عندك المال، يعني ما عندكش حتى قيمة في المنزل ديالك. وهذا الشيء اللي مؤكد، والناس اللي يعني متزوجين وعندهم الأبناء عندهم التزامات، فهذا الشيء غادي يتفقوا معايا فيه، لأن هاد الزيادة اللي توصلوا بها غادا تساعدهم في العديد من الأمور. وربما أنه تكون هناك زيادات مستقبلية لتخفيف العبء عن الموظفين اللي أيضا يعانون. غادي يخرج البعض يقول لك المتقاعد المغربي يعاني أكثر. احنا كنتفقوا على أن المتقاعد المعاناة ديالو رقم واحد، ومعاناة اللي صعيبة جدا، لكن ربما سيتم الفرج في هذا الملف أيضا. فما كاينش نار بدون دخان، يعني ما يمكنش أنك تلقى العافية وما كاينش الدخان. يعني هاد الأمور ضروري أن الضغط يولد الانفجار. فبالنسبة للاحتجاجات ضروري ديال المتقاعدين توصل النتائج ديالها، وسيجني المتقاعد الثمار ديالو في أقرب الآجال. نرجعوا للأفراح، لأن
هذا الشيء المهم راه يُعتبر بمثابة واحد المكسب اللي كبير جدًا، ومكسب حقيقي اللي دائمًا كنا كنشوفوا أن هذا الموظف أيضًا غادي يبقى ينتظر ربما 3 أشهر أو أكثر باش يتوصّل بهذا الدفعة الثانية على شكل رابيل، لكن الحمد لله فالحكومة المغربية وفات بالالتزامات ديالها وصرفت هذه الزيادة البارح 29 يوليوز 2025. ربما بعض الموظفين اللي عندهم يمكن أن عندهم بريد بنك أو أبناك أخرى يمكن أنهم يستفدوا منها اليوم أو غدا الخميس، لكن خبر اللي مؤكد وشيء اللي صحيح، يعني ما فيش ولو نسبة ديال 0.0 ديال الخطأ، لأن أغلب هاد الفئات اللي تكلمت عليهم استفادوا يوم 29 يوليوز 2025 من هذا الشطر الثاني ديال 500 درهم. اللي كنتمناو دائما كل الخير لكل المغاربة، سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، القطاع العسكري، القطاع المدني. ربما غادي يخرج البعض يقول لك حنا هذا الموضوع عارفينه وعارفين هاد الزيادة، والحمد لله فنحن دائما كنوصلوا أخبار اللي مفرحة وأيضا أخبار اللي مؤكدة لتصل إلى كل الموظفين والأجراء. يعني الموظف معني بهذه الزيادة 100%. يعني كثير من الموظفين تساءلوا البارح هل تم التوصل أو الاستفادة أو معنى آخر صرف هذا الشطر الثاني. أقول لهم على أن هذه الزيادة موجودة في الرواتب ديالهم. إلا عندك تطبيق بالنسبة للهاتف ديالك ديال البنك اللي كدوز لك الفيرمون مباشرة، يمكن لك أنك تدخل وتشوف واش هذا الخبر صحيح ولا لا، لأننا متأكدين 100% على أن الموظف توصل البارح، وهذا الشيء اللي فيه نوع ديال المصداقية هو الشفافية. دائما هذه الأخبار تهم كل الإخوة المغاربة من طنجة إلى القويرة. مواضيع اللي جاءت تزامنا مع الفرحة الكبيرة ديال عيد العرش المجيد، ذكرى اعتلاء الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، ذكرى لا يمكن نسيانها أبدا، ذكرى ستبقى عالقة في ذاكرة كل مغربي. العرش والشعب عملة نادرة، وجهان لعملة واحدة أيضا، لا يمكن التناسي أو نكران ما قامت به المملكة المغربية، وأيضا جلالة الملك محمد السادس اللي دائما عنده يعني واحد الالتفاتة قوية لكل المغاربة. يعني مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي هناك أمور اللي فيها نوع كبير من الفرحة، خاصة لقطاعات معينة. فهناك بعض الفيديوهات اللي تكلمت على أن هذا اللقاء أو المغاربة اللي دائما كيحاولوا أنهم يكونوا يعني قريبين بهذا المعنى من كل ما له علاقة بالفرحة. فدائما هذه الذكرى الغالية على قلوب كل المغاربة نجد فيها كثيرا من أنواع الفرحة وأيضا البشرى السارة لكل المغاربة. يعني دائما من منبر هذه القناة كنا وما زلنا نطالب أيضا بكل ما له علاقة بتغيير وتحسين وضعية المتقاعدين للحكومة المغربية الآن تسابق الزمن من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أيضا من أجل إيجاد حلول ناجعة، وخاصة بعد يعني بعد تأجيل هذا الإصلاح إلى الحوار الاجتماعي القادم شهر جانفي 2025. يعني كل الأماني، كل الأشياء الجميلة دائما نتمناها لكل المغاربة، دائما كل الخير، وأيضا نبتعد عن كل ما له علاقة بالتشاؤم. هناك شيء أساسي: تفاءلوا خيرا تجدوه. فلا يمكن أنك دائما تكون مقلق بهذا المعنى
وكاره الحياة ولا تفكر بالخير للإخوة ديالك. ضروري أنك تحب الخير للآخرين، فالله دائما سيكون معك وسيساعدك على الوصول إلى كل ما تريده، وأيضا ستصل إلى تحقيق الهدف ديالك المنشود، الهدف اللي ربما حاولت أنك تسطر ليه لسنوات، وربما ستصل في الأيام القليلة القادمة. يعني هذه رسالة لكل الإخوة اللي عندهم غيرة على الوطن، اللي عندهم حب للمملكة المغربية، اللي عندهم نوايا صادقة اتجاه المغرب. دائما نكن لهم كل التقدير والاحترام، نتمنى لهم كل ما له علاقة بالأشياء الإيجابية في الحياة ديالهم. مرة أخرى كتذكير فقط، نتمنى أيضا من خلال هذه الزيادة المبشرة وهذه الزيادة المؤكدة اللي تم الصرف ديالها بالنسبة للدفعة الثانية ديال 500 درهم للموظفين، تم يعني بكل أمانة على أن هاد الموظفين توصلوا بها، وأيضا كل المتمنيات للموظفين والأجراء بزيادة أخرى مرتقبة ربما في السنوات القادمة، يعني بعد الانتخابات القادمة. مرة أخرى دعمكم لنا شيء جميل جدا، اشتراكاتكم أيضا وعلامة الإعجاب والبارطاج والتعليقات ديالكم كتهمنا. إلا بقيتي حتى لهذا التوقيت بالضبط يمكن لك أنك تدعمنا من خلال البارطاج، الاشتراكات، وأيضا علامة الإعجاب، ولك حرية التعليق أنك تضع تعليقا كيفما كان نوعه، سواء بالإيجاب أو بالسلبية، وهذا مكسب أيضا حقيقي للقناة. مرة أخرى شكرا على الدعم ديالكم للقناة، وتحية خاصة إلى كل الإخوة الداعمين الأوفياء للقناة من خلال الاشتراكات المهمة. أيضا أقول لكم في آخر هذا الفيديو نلتقي في فيديو قريب إن شاء الله، وتحياتي وانتظرونا في المساء.